هلا حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير يا رب. وانتم تشوفوا في هذا الفيديو انا رجعت لكم بعد غياب طويل. على بالي طولت عليكم هذه الخطره، لكن للاسف كان عندي ظروف. من اهم هذه الظروف انه التليفون كان معطل، وسبب ثاني اللي مخلانيش ننشر الفيديوهات احوال اخواننا في فلسطين كانت مأثرة فينا بزاف، لحد الان مأثرة فينا. ان شاء الله يا ربي ينصرهم، وان شاء الله ربي يقويهم. ادعوا لهم يا البنات في الكومنتار، ادعوا لهم ربي ينصرهم على العدو. نبدأ هذا الفيديو. رجعت لكم بهذا الفيديو اللي كامل تحبوه، اللي هو فيديو روتين الرغاوي، تنظيف العميق. وجدت شنبرتي رمضان كما راكم تشوفوا راني نظف فيها. استرجعت غرفتي القديمة من اللي كنت صغيرة. رجعت حوايجي اللي كنت حطتهم قبل. استرجعت ذكريات الطفولة. ما شاء الله يا البنات، حبيت نعاود نحيي هذيك الذكريات ونعاود نعيشها. كما راكم تشوفوا هنا البنات راني نسيق. سيقت كامل شنبرتي ونظفت لها الغبرة، مسحت لها الغبرة، وهنا راني نمسح في البالكو. وهذه هي البنات، كملوا الفيديو حتى الأخير. ما تنسوش ديروا لي جام إذا عجبكم هذا الفيديو، وتعطوني رايكم في الكومنتار باه تشجعوني اني نزيد نحط لكم فيديوهات. وما تنسوش ديروا اشتراك في القناة باه يوصلكم كل جديد ان شاء الله. نخليكم على الفيديو. ولهنا كما راكم تشوفوا راني نفرج في هذه الطابي. عندها سنوات وهي عندي مازالها كما راهي جديدة، كما راكم تشوفوا البنات سندريلا. وهذا الكادر كذلك كان عندي من قبل، وحبيت نرجع كامل واش كان عندي في غرفتي القديمة ونعاود نحيي الذكرى. كما راكم تشوفوا، شوفوا كيفاه جا هايل، مازال جديد محافظة عليه أنا. هذه هي نتيجة التنظيم للبيرو ديالي. شوفوا كيفاه نظمته، رجعت كامل الديكور بطريقة منظمة كما راكم تشوفوا. وهنايا حبيت نعيشكم معايا اللحظة. حبيت ندير شوية جو هكا في الغرفة ديالي. شعلت هذو الأضواء.
ولهنا كما راكم تشوفوا راح ندير معاكم وصفة راح تخلي الاواني تاعكم يلمعوا ويبرقوا ويرجعوا كما كانوا جدد. تبعوا معي الوصفة. نحتاجوا الى قشور الليمون كما هنا راكم تشوفوا عندي 3 حبات ليمون. نحيت لهم هذاك عصرتهم وخليت القشور وحدهم، وكان عندي قشور من قبل كنت مكونجليتهم حطيتهم معاهم. كما راكم تشوفوا هذيك اللي حيتسائلوا على بالي حتسائلوا هذه الحمراء، هذيك راهي قشور تاع التشينه، جايه التشينه هذيك الحمراء اللي من داخل. درت عليهم 2 كيسان ماء وخليتهم يغليوا مليح. ولهنا جبت صابون طرف سكرفشتو، ولهنا بعد ما غلاو هذاك القشور تاع الليمون نحيت هذاك الماء بجهه، وراح ندير معاكم الصابون طرف من فوق، وراح نزيد له مغرفه كبيره ملح، 3 مغارف كبار خميره الخبز، وراح نضيف لها مغرف من هذا المنظف يا البنات هايل يا البنات. الكل شيء ساعدني، الكل شيء الارض الكويزينيار الاواني ديالي ساعدني بزاف. هذا نغسل به كذلك السيرفيات اللي نمسح بيهم. كما راكم تشوفوا درت منه ملعقه كبيره، وراح نزيد ملعقه كبيره ايزيز، ومن بعد راح نضيف لهم كاس من هذاك الخليط اللي غلا فيه قشور الليمون. كما راكم تشوفوا راح نخلطهم شويه وراح نحطهم على نار متوسطه يا البنات، ونبقى نعسهم. ودوك نوريكم كيفاه راح تعرفوا باللي راهي الخلطه تاعكم راهي واجده. كي تبدا تغلي معاكم وراح تشوفوا هذاك الصابون الطرف ذاب تماما، وراح تتشكل معاكم فقاعات. دوك نوريلكم وقتها تطفيو عليها. هنا كما راكم تشوفوا راني نوري لكم الصابون طرف هنايا راه كان بدا يذوب ما ذابش تماما. دوك نوريكم الفقاعات اللي تتشكل معاكم اللي منها راح تطفيو عليه. هذه يا البنات لهنا راح تطفيو عليه. ولهنا بعد ما خليته بريد شويه حطيته في المكسر، وراح نخلط جميع المكونات بالقشور بكلش. ودوك نوري لكم القوام اللي تحصلوا عليه في الاخير. كما راكم تشوفوا هنايا هذا هو القوام اللي حتتحصلوا عليه، وخلطتكم راهي جاهزه. دروكا ما عليكم غير تنتظروا وتشوفوا الطريقه اللي حنظف بها الكوكوطه ديالي. ولهنا حبيت نصور لكم قبل ومن بعد راح تشوفوا بعد باذن الله. هنايا اول حاجه درتها اني نحيت هذو تاع الكوكوطه. شوفوا البنات هنايا كي كانت راكده ما كانتش تبان هذاك السبك وهذاك الدهون، بصح كي نحيتها بان كلش البنات. كما راكم تشوفوا هذو كامل راح نحيوهم بالخلطه هذيك. ولهنا البنات قاعده نوري لكم فيه هذا المنتوج الرائع يا البنات. كي ديروا به يخلي الكوكوطه ديالكم تلمع ويعاونكم هكا ينحي لكم الدهون. لكن هذاك راح نخليه في الفينيسيون. ولهنا راني نوريكم في الادوات اللي حنستعملهم. رجعنا هنا لطريقه الاستعمال. هذيك الخلطه اللي درتها معاكم كما راكم تشوفوا راح ندهنوا كامل الكوكوط ديالي ونخليوها شويه مابا 5 دقائق ولا من نطولوش عليها اكثر. ولهنا ملاحظه يا البنات، ما ديروش كامل الاواني ديالكم بهذه الخلطه وتخليوهم، لا ديروا بالحاجه وتغسلوها باه ما تشدش فيها هذيك الخلطه. مثلا كما انا راني ندير في هذه ومن بعد غسلتها وعاودت درت لها الخطوات الباقيه باه رجعت الكوكوطه واحده اخرى، لا خاطر يقعد فيهم هذا الخلطه تشد فيهم وتوليت تجينا في الماكله ديالنا. كما راكم تشوفوا وريت لكم هذيك الفرشات هذوك اللي خرجوا جدد
بروس ميتاليك كما راكم تشوفوا يهنيوكم من كل شيء البنات، من كل الدهون اللي صعيبة البلاصة تاعها وين تتنحى. كما راكم تشوفوا نحيتها وهنا راني نحك فيها باللاجاكس تاع الحديد كما راكم تشوفوا. تشوفوا البنات ما نكذبش عليكم، لازم تحكوا شويه، لازم ديروا شويه مجهود، ماشي الخلطه هذه سما من ديروها راح تنحي لكم ديراكتومون، لا لا فيها شويه مجهود كما راكم تشوفوا. بعد ما نكمل هذه المرحلة وبعد ما ننقي الكوكوطات ديالي مليح من هذه الدهون وننظفها كامل ونحي لها هذه الدهون اللي لاصقة فيها، راح نشللها وراح نجيب هذاك ماجيك جيل ونديرو في هذاك السلك هذاك اللي نديروه في المولد ونلعبوا به السينيال هذاك. دوك نوريلكم الفوطو تاعو هنايا كما راكم تشوفوا. راح نعاود ندير الكوكوطه ديالي من فوق بعد ما شلتها من الماء. بعد ما نكمل هذه المرحله راح نجيب هذاك الشريط اللي وريته لكم فيه الاول اللي قلت لكم يلمع الكوكوطه، دوك نوري لكم الفيديو تاعو. راح نشمخو شويه بالماء وراح نعاود من فوق في الكوكوطه نعاود لها من فوق. وبعد ما نكمل هذه المرحله راح نشلل الكوكوطه ديالي ونغسلها كانها حنغسل لماعن عادي باين نحيولها هذاك البرودوي اللي فيها. وكما راكم تشوفوا النتيجه امام عينيكم ما شاء الله، لمعان ونظافه كانها شريتوها جديده. كما راكم تشوفوا البنات في قدام عينيكم ما شاء الله نتيجة روعة، تلمع وتنقات مليح من هذاك الدهون وهذاك الدسم. نتمنى انكم تجربوها وتعطوني رايكم في التعليق، وانتظروني في فيديوهات قادمة بإذن الله وتدابير أخرى بإذن الله. إلى اللقاء، وإلى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. مشاهدة ممتعة للجميع وشكرا لكم.